محمد ابو جبل ركله ترجيح امامنا هنا، جباسكي يضيع، جباسكي الكره ترتطم في المقص، يضيع جباسكي الركله التاسعه، وسبعه مصر وسبعه للكونغو الديمقراطيه اللي هتلعب الركله السبعه. يضيع جباسكي، محمد ابو جبل يضع الكره لكن ترتطم في المقص والامور تتصعب. بص جباسكي فين في العارضه، جباسكي في العارضه، جباسكي في العارضه، جباسكي في العارضه، حارس المرمى اللي هيدخل امامنا اهو، امباسي وجباسكي، وينهي المنتخب الكونغولي المباراه بركلات الترجيح. اذا المنتخب المصري يغادر هذه البطوله، نتوج، نخرج من البطوله. هي رياضه، هي مكسب وخساره، هي رياضه. مصر مكانتها ابدا لن تتاثر. كنا نتمنى الاستمرار، كنا نتمنى الوصول. الدور الرياضي يبقى لمصر دائما، ثقه في اللاعبين فيما هو قادم ان شاء الله، والتاهل لكاس العالم. علينا ان نحاسب انفسنا، لكن علينا ايضا العوده سريعا باذن الله للتاهل لكاس العالم القادمه، بعدما وصل المنتخب المصري الى هذه المباراه والوصول الى ركلات الترجيح. لكن قدر الله ما شاء فعل. كل حاجه في كره القدم وارده، الخساره، لكن المهم ترفع راسك عاليه، لان مصر دائما وابدا، مصر ستفضل دائما وابدا بطله، دائما وابدا مصر هتفضل احنا ابطالها لحد ما نبطلها. لكن المنتخب المصري يخرج بعد التعادل 1-1، وبعد ما اضاع مصطفى محمد واضاع جباسكي في ماراثون ركلات الترجيح 8-7 في المباراه للمنتخب الكونغولي، ليبقى الامل على منتخب موريتانيا ومنتخب المغرب. املنا كجماهير عربيه، المنتخب المصري صاحب الارقام القياسيه. ركله الترجيح الاخيره امامنا يسجلها امباسي بعد ما اضاع ابو جبل عشان ينتهي اللقاء الماراثوني هنا في ملعب المباراه في سان بيدرو. منتخب مصر الى العوده ان شاء الله الى مصر، منتخب مصر والعوده باذن الله. لكم مني كل الشكر، لكم مني كل التقدير. المنتخب المصري وابدع البطوله، ولكن منتخب الكونغو الديمقراطيه سعى وحقق ما اراده في هذه المباراه. انقل الكلمه للزميل احمد فؤاد. الكونغو كان غلتنا، وموزمبيق زنبقتنا، وغانا غنغنتنا، كل المنتخبات ادتنا على جفانا. طلعنا زيرو، ما ربحناش ولا مباراه، كل المباريات تعادل. مش يعني منتخب لا يمثل مصر، لا يمثل الفراعنه ابدا، مفيش هيبه الفراعنه. المنتخب ده لا يمثلنا، فيتوريا لا يمثلنا. انا قلت فيتوريا ده من الاول خالص، قلت لكم من الاول خالص فيتوريا. احنا عايزين مدرب وطني رأفت الهجان يحب بلده ويكافح عليها ويشتغل عليها. فيتوريا ده جاي يعبي في الشنطه، يعبي فلوس وياخدها ويمشي، مش فارق معاه حرقه اعصابنا وحرقه دمنا. 120 مليون مصري النهارده بيسبوا فيتوريا، ومش هيناموا الليله دي بسبب الضغط العصبي والنكد والزعل والسكر قضينا لحظات عصيبه جدا، وفي الاخر شلنا الطين وشلنا الرغريط واشق خلقاتي انا من فيتوريا واللي جاب فيتوريا ده، ومفيش وشكرا. الهدف الاول النهارده في منتخب مصر مسخره المسخره. والله العظيم رمي التماس بتتلعب واحنا نايمين. اللعيبه بتسلم على بعضها. حجازي بيقول لعم منعم فينك يا راجل، بالك فتره ما انا شايفك. واللي التاني واحد تاني يسال التاني يقول له ما معكش سندوتش السنه جعان، يقول له يا راجل ما احنا لسه واكلين، يقول له يا عم الجو هنا بيجوع، شوف لي بس سندوتش ولا. وهم كده الناس كانت لعبت الكوره في ثانيه وحطوا جول. ابو جبل حارس المرمى نام وعامل كده ويبص. شفت اللي بيقول لهم ايه، دخلت يا اخوانا ولا لا؟ منتخب مصر ركب الحلزونه من دور ال 16 وروح على طول من دور ال 16 بلا اي فوز، وهو تقريبا صاحب اوسع دفاع في البطوله كلها. احنا والموزمبيق، يعني احنا والموزمبيق، احنا دخل في مرمانا 7 والموزمبيق 7 تقريبا حاجه. شوف قالوا احنا والموزمبيق اوسع شباك في البطوله، واحنا الاثنين. الموزمبيق طلعت من الدور الاول واحنا من دور ال 16 من فريق الكونغو. التصنيف له تصنيف اول ولا تصنيف ثاني في القاره، ده تصنيف ثالث. ويجي واحد صديقي مغربي يقول لي انت بتبيع العجل، او الراجل بتاع العجل ده بقى انا عايزه رجاء، لان انا واحد من الناس عملت مليون فيديو. بالله عليكم رجاء اللي كان حاضر معايا بس يفكرني، مليون فيديو وانا اقول منتخب مصر لن يقدم شيء، منتخب مصر مش هيوصل لحاجه،
منتخب مصر مش هيعمل حاجة. يا اخوانا ما نضحكش على نفسنا، يا اخوانا منتخب مصر على الله حكايته، احنا وصلنا بالبركة. ويجي حد يقول لي بتبيع العجل، حد يقول لي انت بتبالغ، حد يقول لي بتبيع البقرة، حد يقول لي ده مصر بالخبرة، حد يقول لي ده مصر 7 كؤوس. وكنت اناشد وده اتنبح، الزمارة اللي هنا دي اتنبحت، واقول يا اخوانا مش هنعيش على الذكريات، احنا رايحين في الشلاحات. انا بس عايز حد كان معايا هنا يفكرني بالكلام ده، ها. واللي يطلع يقول لك ازاي تقول على منتخب بلدك كده؟ منتخب بلدي مفيش امل منه، مفيش لا مدرب ولا جهاز ولا اتحاد ولا لعيبه. انا قلت لك، انا بس عايز زي ما قلت لكم اللي كان معايا وسمعني وانا بقول كده يقول لي انا كنت معاك راجل. وهاتوا لي الراجل بتاع العجل ده، رجاء، الراجل اللي قعد قبل البطوله ب6 شهور يقول لي انت بتبيع، انا عايزه هو والعجل. ولما تعادلنا معلق المباراة يقول لك لابد ان تطرق على الحديد وهو ساخن، اطرق على الحديد وهو ساخن. كلنا طرقنا النهارده. شفت الطرق على الحديد كان عامل ازاي؟ او طرق 100 وصلنا لركلات الجزاء واحنا بندافع قدام الكونغو. فضيحة منتخب مصر، فضيحة منتخب مصر ان هو بيدافع امام فريق زي الكونغو. مع احترام الفريق زي الكونغو، انا بتكلم بقى في التاريخ مش انت. اما باجي اقول لك مصر وحشه بتقول لي ده انتوا 7 بطولات، انا هقيس لك بقى ال7 بطولات بتوعي بتاريخ دوله زي الكونغو، منتخب زي الكونغو في الكوره. يبقى هو بالنسبه لنا في تاريخه الكوره 0 على الشمال، لو انا همشي بالمنطق بتاعك. اذا لما انا اقول لكم يا اخوانا لا بالتاريخ ولا بالذكريات ولا بالالقاب، وان في مؤشر سلبي ان المنتخب بتاعنا بينزل، وان المنتخب المغربي، وانا اول واحد قايلها وبرضه اللي معايا فكرني بالكلام ده، هو افضل منتخب عربي قادر على تشريف العرب. والله قلتها كتير لما رقي نشف، واللي يقول لي انت بتطبل واللي يقول لي انت مش عارف بتعمل ايه، هو المنتخب المغربي حاليا ولا غير. واللي مش عاجبه يشرب من اقرب ترعه. هي الفكره في كده، يا تبقى حقاني وتقول الحق، يا تقعد ساكت. المنتخب قال ما كل العرب خرجوا، وموريتانيا يعني نتمنى، بس احنا عارفين امكانيات الاخوه الموريتانيين لا تؤهلهم ان هم يعملوا شيء في البطوله ابعد من اللي هم عملوه. فالمنتخب المغربي هو اللي صاحب افضل نتائج، وهو اللي هيكمل لافضل مشوار وابعد مشوار. ولم يبقى لنا في هذه البطوله الا المنتخب المغربي اللي المفروض كلنا نلتف حول، انه هو اللي فاضل. مع احترامي للاخوه الموريتانيين امكانياتهم زي ما قلت لا تؤهلهم، هو بقى اللي يقدر يجيب لنا او يعيد الكاس في للعرب مره اخرى، يعني عشان بس ده امر واقع يا نعترف بيه، يا تشوف حد يشوفك. هي الفكره كلها في كده، انت حر بقى، يا تعترف يا تشوف حد يشوفك. لو انت عايز تشوف حد يشوفك. الحقيقة ماتش بقاله 900 سنة بيتلعب، ماتش ممل جدا. مش معقولة ان تلعب مع منتخب الكونغو نفس سيناريو السنين اللي فاتت، نفس السنين، نفس كل حاجة. تقعد تلعب مع كل المنتخبات بنفس الأسلوب، عايز تروح معاهم لوقت إضافي وعايز تروح معاهم لضربات جزاء. صدق أناحي، والله العظيم عنده حق، عنده حق. أنا مرضيش حتى إن أنا يعني أتكلم في أداء فريق الكونغو اللي هو شبيه بأدائنا، هما بيلعبوا نفس الطريقة. فأنت بتلعب مع منتخب صاعد ب3 نقاط زيك، وبيلعب على التعادل زيك، ومش عارف يسجل زيك. حتى يا راجل في ركلات الترجيح انت بتضيع هو بيضيع زيك. ومنتخب مصر بلا اي انياب، بلا اي حاجة. احنا لو كنا عايزين نكمل المسيرة كنا عايزين نكملها بدعاء الجماهير، ولو كنا صعدنا النهاردة برضو كان هيكون عشان دعاء الجماهير. ما عندناش اي حاجة خالص يا جماعة تدينا اي حق ان احنا عندنا منتخب قوي. بمنتهى الصراحة والوضوح، ما عندناش منتخب اساسا، وما عندناش كورة. وسهرنا وقت طويل، الناس كلها سهرت. يعني اغلب الناس عندها شغل الصبح، كله قعد، حتى اخواتنا المغاربه هم قعدوا، والتوانسه قعدوا، الجزائريين قعدوا، وموريتانيا قعدوا. كل الناس قعدت عشان تشوف مجهود لعيبه، تقدر الجماهير اللي سهرانه بقى لها وقت. انا مش عارف يعني ايه طموحات منتخبنا الوطني؟ احنا عايزين نصعد نروح فين؟ يعني احنا عايزين نعمل ايه الغرض يعني؟ هنلعب مع كل المنتخبات اللي في الدنيا باسلوب يلا بينا نروح مع بعض اشواط اضافيه، ويلا بينا نروح ضربات جزاء. احنا يمكن هاجمنا اناحي وتصريحاته اللي وصف فيها اداء منتخب مصر بانه منتخب يسجل هدف ثم يرتكن من اجل الصعود. ان الراجل ده انا بقول له انا اسف والله العظيم، هو اصغر مني اناحي في السن،
يعني أناحي يلاعب منتخب المغرب أصغر مني في السن، أنا باعتذر له، لأن أنا مش ده المنتخب اللي يستحق إن الواحد يعني يتمنى إن هو يشوفه قدام. مش هو ده، مش هو ده المنتخب اللي الواحد يحلم إن هو يشوفه قدام المغرب، ولا قدام السنغال، ولا قدام نيجيريا، ولا قدام موريتانيا حتى، ولا قدام الجبل الأخضر، ولا قدام أي منتخب من المنتخبات. مش هو ده المنتخب، مش منتخب بيلعب 4 لقاءات في كأس الأمم الأفريقية يتعادلهم كلهم. مفيش منتخب بيتعادل 4 ماتشات في الحياة. الظروف خدمتك وصعدت من دوري المجموعات، الحسابات بتاعة المجموعة كلها اتشقلبت، ومنتخب موزمبيق اداك هدية احنا نفسنا ضحكنا عليها، ان حاجة بره المنطق حصلت، ان هو يتعادل مع منتخب الغاني بتوفيق ربنا تماما، يجيب هدف في الدقيقة 95 وانت عارف انك صعد بتوفيق ربنا، بيخش فيك جون في الدقيقة 95 وانت بتسجل هدف في الدقيقة 92 ويخش فيك جون عادي. دفاعك ضعيف، اي منتخب بيستجرأ عليك، اي منتخب بيقدر انه يسجل فيك. بشكر كل الناس اخواتنا اللي بيحاولوا ان هم يقولوا كلام جميل جدا، انا شايف والله تعليقات حضراتكم على اليوتيوب او على الفيس، ولكن يا جماعه كفايه فيتوريا، كفايه الاتحاد المصري. انا بتكلم كلام منتهى الصراحه، ارجوكم كفايه، ارجوكم كفايه. المنتخب المصري بقاله فتره طويله جدا ما بيلعبش كوره. منتخب مصر بقاله فتره يعني مش قريبه ما بيلعبش كوره. احنا مش موجودين، احنا مش احسن منتخب خالص. احنا بنلعب من امبارح يا جماعه قدام مين؟ قدام الكونغو. احنا بنلعب من امبارح قدام الكونغو، بنلعب من امبارح حرفيا. ماتش انطلق الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، بينتهي الساعة 1، يعني 1 بعد منتصف الليل. يوم جديد بدأ 1:15. بتعيش معاهم كل الوقت دوت لأنك أنت عاجز إنك تسجل. الهدف اللي أنت سجلته جبته من ركلة جزاء، يعني حتى الهدف مفيش جمل. محمود حمادة جاي له كرة قدام ال 18 في الدقيقة 85 تقريبا، مش متعود ياخد انفرادات أو مش متمرنين عليها، أو الراجل حس إنها جا صدفة فبيضيعها بيحطها في السماء. منتخب مصر مش هو منتخب مصر، ولا نستحق ان احنا نكون موجودين. يعني لازم كل حاجه تتغير، كل حاجه تتغير. انا حزين، انا بتفرج على منتخب مصر النهارده، منتخبنا مش هيبه منتخب مصر ابدا، مش هيبه منتخب مصر. النهارده احنا شفنا الجمهور المغربي في المدرجات بيدعمنا، ولقينا جماهير كتير جدا عرب في المدرجات بيدعمونا. وانتوا عارفين ان الجمهور المغربي هناك عامل بصمه بسبب انه جماهير ساحل العاج ممتنه يعني للمغرب اللي هي عملته. فلما جمهور ساحل العاج لقى ان الجماهير المغربيه بتشجع منتخب مصر، انا الكلام دوت يعني من ناس ليا هناك كمان بيحضروا، جماهير كتير جدا كمان من ساحل العاج بقت في المدرجات بتاعتنا. هو من عادتهم يعني الافارقه بيشجعوا بعض، اكيد انتوا شفتوا الكلام دوت في بدايه البطوله. لكن بعد اللي عمله المنتخب المغربي ان هو كان سبب في صعود المنتخب الايفواري، فلما الجمهور المغربي كان موجود بالاعلام زي ما انتوا شفتوا كده في الماتش وواقف بيشجع في منتخبنا الوطني، فالجمهور الايفواري هو كمان وقف وكمان مع الجمهور المصري، وزائد جماهيرنا احنا كمان. فالاستاد النهارده كان كله جماهير مصريه، كله جماهير مصريه. لكن انت عايز تلعب على ايه؟ انت عايز تصعد ليه؟ ايه الهدف بتاعك؟ عايز تصعد تضحك عليك الناس؟ يا جماعه رب ضارته النافعه. المنتخب ده لو كان صعد قابل منتخب حقيقي، سيبك من غانا، السنه دي غانا مش موجوده بدليل انها طلعت من المجموعات ومش معاها غير نقطتين. المنتخب دوت لو قابل منتخب حقيقي، انت شفت الراس الاخضر عملت فينا ايه؟ لو قابل المغرب ولا قابل السنغال ولا قابل نيجيريا ولا قابل منتخب من منتخبات العتاوله ديت، احنا كنا ممكن نخسر بنتيجه زي كده، نتيجه 6 بتاعه غانا بتاعه تصفيات المونديال. كنت ممكن تشوف سكور، كنت ممكن تشوف سكور، كنت ممكن تشوف نتيجه كبيره بلا اي نقاش. ما تلعبش باي، ما عندكش جمل، ما تلعبش باي حاجه خالص. انا بعتذر مره تانية وثالثه ورابعه لأناحي، والله يا ابني صدقت. هذا المنتخب ما عندوش جديد، هذا المنتخب ما عندوش اي جديد خالص. سجل جون وارجع ينام، ما عندوش اي تطلعات، ما عندوش اي طموحات. فانا حزين جدا ان انا اشوف منتخب عملاق في الاسم يبقى كده. الاتحاد المصري لو مش قادر يقدم اي جديد يمشي، جيبوا اتحاد تاني عنده افكار جديده. في سقوط ولا مفيش سقوط؟ هتقعدوا تبرروا لحد امتى؟ احنا شكلنا وحش قوي، طالعين من دور ال 16، طالعين من دور ال 16 قدام مين؟ قدام منتخب الكونغو، بنلعب معاهم اشواط اضافيه وخايفين منهم، خايفين من منتخب الكونغو. نلعب على ركلات ترجيح قدامهم، ولو كنا صعدنا كنا عملنا حفله النهارده وفرح. عشان مين؟ عشان الكونغو. الكونغو اللي اتعادلت مع المغرب هي اللي عملت فرح عشان اتعادلت. وشفتوا انتوا ايه اللي حصل، وكل القصص ديت. منظومه لازم تتبدل.